معكم لغة زينب، متمهنة في معهد السياحة والفندقة بفلفلة، وأمتهن في فندق المنظر الجميل. أنا جد ممتنة أني دخلت لهذا المجال، مجال السياحة والفندقة، وأدعو كل من الشباب الجزائري أنه ينخرط أو يتوجه إلى هذا المعهد من أجل نيل هذه الخبرة، لأنه مجال جد شاسع، ونتمنى أنه ينال إعجابهم ويختاروا التخصص اللي يكون في عندهم شغف ورغبة فيه. وأتمنى التوفيق لكل الشباب بإذن الرحمن. اختياري للتخصص اللي هو التسيير والفندقة هو جاء عن طريق حبي وشغفي لهذا المجال، وحبي إنه نعمل في التسيير وإدارة الفندقة. كان عبارة عن بعد مطالعاتي لكتب إبراهيم الفقي اللي كان يشتغل رحمة الله عليه كنادر، ليصبح مدير لفندق ويمتلك لسلسلة العديد من الفنادق. فهذا ألهمني أني نختار هذا المجال وهذا التخصص. هدفي من انخراط معهد الفندقة والسياحة بفلفلة أني نكون مشروع في المستقبل القريب لحد أكيد من البطالة، لأني نفكر في مشروع راح أكيد يكون في عنده نطاق شاسع، وبإذن الرحمن ننجحوا فيه ونتوفقوا في هذا المجال. اسمي منصف شياب، معلم تمهيد فندق المنظر الجميل سكيندا. كنت متمهن سابق في المعهد الوطني للسياحة والفندقة في الفلة. الآن أنا مسؤول استقبال، وأيضا معلم تمهيد في الفندق ومسؤول عن الشباب حاليا. الخبرة التي أخذناها من الفندق خلال سنوات تمهننا حابوا نمدوها للستاجير الجدد، وإن شاء الله يوفقنا ويوفقهم ويلقاو بلايصهم ديالنا حنا.